وجود الأزهر فيها ولفضل الأزهر على كل الدول الإسلامية والمسلمون في كل المجالات. ولكن الحقيقة النشاط الحالي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية شيء يعني منقطع النظير، شيء جديد، لابد أن تسعد كل المسلمين. أهداف كلها تقوم بدور لائق بها، وتمثل في نشاطها أهداف كل دور الإفتاء في شتى أنحاء البلدان الإسلامية. ولكن مصر قدر الله لها أن تسبق إلى هذا المجال فسبقت، والكل يقدر، لأن ليس هذا بأمر التنمية المستدامة كأنه يعني مصطلح جديد، ولكن هذا المصطلح الجديد يتعلق بالبيئة اللي يعيش فيها الإنسان، الأرض والسماء والماء والحياة وكل شيء. ولذلك هو شيء يعني تصل أو يلقي ظلاله على كل الأمم وكل البشرية، لذلك أهميته كبيرة، ونحن من أشد الناس تمسكا بهذا